بالنسبة للطلاب بالكليات، بعض الطلاب طبعا اكيد مو كلهم، الموضوع للمزح فقط. طبعا صف اول بالكلية انواع المشاكل، بس عندي اول شيء قبل لا استرسل بالكلام، هلا ويا استرسل. اليوم الطالب الجامعي قاعد الصبح وواحدة يلبس، الولد يقعدون بالسبعة ويلحقون على الخط مال الكلية بالسبعة 7 ونص هيجي، ساعة نص ساعة زايدة عليه، يسبح ويبدل ويتريق ويحط جل ويمشط ويتأكد من سوالفه ويروح للخط، نص ساعة كلش زايدة، الا بعض الحالات النادرة مثل جماعة الايمو مثلا. اما البنية تنام بال11 وتقعد الفجر بال4 الفجر، تجي للخط ب8 وتقول والله ما لحقت ابدل، كله على السريع على السريع يا دوب جيت. طبعا اذا نص ساعة صافنك بالكنتور ايش راح تلبس اليوم؟ نص ساعة الى 35 يوم صبغ المكياج، نص ساعة ريوق، نص ساعة سلام على نفر بالبيت، نص ساعة اختيار لون الجنطة، ونص ساعة حكي بالتليفون. ايش راح البس اليوم عافية اليوم؟ ما راح اعرف. حتى زي موحد هم تختار هذا القميص بيه خط من هنا وهذا القميص ما بيه خط، يا ولا البس. الولد بس عندهم شغله واحده بالنسبه للمقرعان، طبعا اللي عندهم شعر ولا السكرتة لسه تقرعت ورا الميمو. انا قلت ميمو؟ اتحداك والله قلت ايمو ورا الميمو. الولد بس عندهم شغله واحده بالنسبه للمقرعان اللي عندهم شعر ولا هسه كلها زينه صفر من ورا الايمو، يروح للمطبخ شكو زيت بالطاوه يشيله ويحطه، يوميا لازم فيتامين شكل، مثلا اليوم فيتامين سين اللي هو فيتامين زيت السمك، ويوم فيتامين الباء فيتامين الباذنجان الاسود، يلزم المشط شعرايه صفطن هيك مرتبين وحده من الاخ، على ان لا تبعد كل شعره عن الاخرى بما لا يزيد عن 2 سنتيم و3 ملم. وبعد ما صار الراس عباره عن معمل زيت صافي، وازداد وزن الجسم كيلو ونص تقريبا 3 كيلوات، صعد بالكيه وقاعد بصف الشباك خايف على شعره من هوا الشباك، خايف يطير. وبالاصل انت لو تجيب هليكوبتر يهف على راسه بيطير من عنده ولا شعراين من ردهن. عندي بعض النصائح اولا للشباب. اول شيء من تدخل الكليه بصف الاول اكو بنات وياك، والبنات طالبات هم وياك وزميلات، من تضحك لك البنيه وتسالك عن المحاضره مو يعني حبتك ولا انعجبت بشخصيتك القويه، لانه مثلا انت عندك ملزمه، لا عادي احتمال كانت محتاجتها، ما يحتاج تروح تخطبها. ثاني شيء من تدخل شعبتك اول مره مو ولا شيء الخشمك، لا صير طبيعي، لانه الناس تحب مثل ما انت، صدقني ماكو احلى من طبيعتك. من تحكيك بنيه وتقول لك صباح الخير، ما يحتاج تروح للمنطقه تقعد يم جماعتك، شنو هاي عمي وحده ويانا بالكليه تموت تخبل من اول يوم حبتني وهذا تليفونه، شوف لا المشكله صاحبه يقول له شرفك شوف ان صديقتها الله عليك من ترى اخوك كانت تنساني. والمثل البنيه تقول لك شلونك اليوم، مو يعني صارت لا عادي تقدر تعبر الموضوع. بعدين الكليشه مال المصارحه ممكن اخذ من وقتك دقيقتين، مو يحب يتوسل، زين اخذ الدقيقتين وبعدين التالي شنو؟ انا اقول لكم التالي، كنا دارخين على الغيب ما تتغير على الرغم من مرور سنين طوال من تاريخ اول شخص استخدمها. تعرفون من استخدم اول واحد؟ انا بصراحه معجب بيك وبشخصيتك من اول يوم شفتك بيها، وانا احس انت مختلفه عن كل البنات، يعني من كوكب المريخ مثلا افاتار شنو السالفه؟ وانا صدقيني مو مثل كل الشباب، لا يابا انت عندك 5 ايدينات و9 رجلينات، اخطبوط. وانا حبيت اتعرف عليك اكثر، ورا ما تعرف شو تريد؟ تتزوج؟ ما وراك زواج، تكبل وبعدين بالنادي وتقعد بالنادي وراها عافتني ورا شهر، لا اول ما احكي لها رسن نقوم يسمع اغاني بحبك حبيب طمنك من السوالف، وراها فتره معينه يروح يصارح له وحده الاخ، وهكذا نفس الحاله. طيب ما هذيك الاولى كانت مختلفه، هاي هم مختلفه، هاي شنو الكليه ما بيها بس مختلفات؟ ايش قد مختلفات عندنا؟ اساسيات المصارحات هاي لازم كل واحد اللي يصارح لازم يعرفها. انا من احكي وياك احس اني اعرفش من زمان، اي مو خدمت اسبوع بالعسكريه، هواياتي الشعر والمطالعه والرياضه والقهاوي، شنو بعد غير القهاوي بس والدعبل والدنبق بالزوراء، وين راح؟ علاقتنا ما حد يدري بيها، بس جماعه كلهم بالمنطقه والطلبه والعائله وابو علاء بالكافتريا، هي مال دروب. وبالنسبه للبوري ما تشوفون البواري صعدت هالايام كلها تنضرب بواري، ممكن؟ لا مو ممكن. بعدين قوطية البيبسي او استكان الشاي عادي تقدر تكملها وتشربها كلها، مو الا تخلي نصها لان اتكيت وتقعد تتحسر على النص الباقي. والله اريد اشرب ما تقدر لانه عيب، تقعد تتحسر على النص الباقي، لا عادي تقدر تكملها لان عادي كلش طبيعي الموضوع. يا عيب شو يقولون علي؟ مو البنيه ما راح تشوفك مبقي نص القوطيه؟ يا باش قد حساس ورومانسي، احبه وانت قاعد تباع القوطيه البيبسي 250 دينار بقت. اما بالنسبه للبنات فحلمها بالمرحله الاولى انه تكبل، بالمرحله الثانيه تعيش قصه حب، وبالمرحله الثالثه تكتشف انه ابو المرحله الاولى خاين، وبالرابع ما يخالف عمي خاين مو مشكله، باش الاكبر يكبر ولا اقل بس جيبوه بس خليه يجي، ومن يصير صدق شاله بايدها بوري وما تعطيه هي الا قصه وراحه، لان ما يصير عيب لازم فيك شويه. وان شاء الله بحلقات المقبله راح نبدي نفصل الحياه الجامعيه اكثر، من حفلات التعارف الى حفلات التخرج، خليكم ويانا. طلعنا الفاصل محمد، ترى الحين ما يصير ما الفاصل حيل. يا عم ايش دعوه متكبره وعلى اليمن ثقلك قبالي، اذا خليتك براسي اكسر الخشمك